حركات تسويقية فاشلة. الجزء الثاني. سنة 1992 بيبسي قررت انها تعمل حملة تسويقية ضخمة في الفلبين عشان تزود حصتها في السوق. فكرة الحملة كانت بسيطة، تحت غطا كل ازازة بيبسي في رقم، سعيد الحظ اللي هيطلع له الرقم ده هيكسب جايزة تصل الى 1,000,000 بيزو فلبيني، اللي هم كانوا وقتها عاملين تقريبا 40,000 دولار، وكانوا بيعلنوا عن رقم الفايز كل يوم في التلفزيون. الموضوع انتشر بجنون ومبيعات الشركة بقت في السماء، وكل شيء كان ماشي مظبوط لحد يوم 25 مايو 1992. يومها اعلنت شركة بيبسي ان رقم الفايز هو رقم 349. البديهي ان الرقم الفايز ده بيطبع على عدد محدود من غطيان الازايز، لكن يومها غلطوا غلطة كارثية، فبدل ما يطبعوا على عدد محدود من غطيان الأزايز طبعوا الرقم على 800,000 غطاء إزازة، وبالتالي 800,000 بني آدم راحوا مقرات الشركة تاني يوم عشان ياخدوا الجايزة. بيبسي بقى طلعت قالت للناس معلش يا جماعة سامحونا، ده كان خطأ مطبعي، طب يا جماعة تعويض مننا هندي لكل واحد منكم 500 بيزو. بس تقريبا نص الناس رفضوا عرض بيبسي، وهنا بدأت الحرب. وعلى فكرة أنا مش بأفور، دي كانت حرب بجد. مظاهرات عنيفة قدام مقرات بيبسي، والوضع بدأ يخرج عن السيطرة والناس بدأت تهاجم مصانع بيبسي. ده الموضوع وصل إنهم كانوا بيرموا قنابل يدوية على الشاحنات، ومات في الأحداث دي على الأقل 5 أشخاص، ده غير الإصابات اللي بالكوم. بيبسي كانت حقيقي في أزمة تاريخية وقتها. تخيل اترفع عليهم أكتر من 22,000 قضية، والقواضي دي فضلت شغالة لحد سنة 2006، لحد ما المحكمة العليا قررت ان بيبسي مش مجبرة تدفع الفلوس دي كلها للناس، وان ده كان خطأ مطبعي. وقالت لمندوب شركة بيبسي عايز تبقى في السليم تابع سوشيال تيم.